السلام عليكم. في سؤال دايما بيراود كل شخص عايز يبدأ في مجال الأمن السيبراني أو السايبر سيكيورتي. والسؤال ده هو هل إن أتعلم الأمن السيبراني ده شيء صعب؟ بص يا كل سؤال، السؤال ده بيتكرر كتير والإجابة مختصرة. الأمن السيبراني مش صعب، لكنه محتاج التزام وتعلم خطوة بخطوة. خليني أفسرها لك ببساطة. هل الأمن السيبراني صعب؟ لو أنت مبتدئ تماما هيكون الموضوع جديد عليك، بس مش مستحيل. هتسمع مصطلحات كتير في الأول، زي الfirewall الencryption والكلام ده كله، وهتحس إنها معقدة، لكن بعد أسبوعين 3 هتبقى عادي جدًا بالنسبة لك. هو ليه الناس بتقول إنه صعب؟ لإن المجال واسع، شبكات، Linux، برمجة بسيطة، اختبار اختراق، تحقيق في الهيامات، تحليل ثغرات، لكن أنت مش لازم تتعلم كل ده مرة واحدة، كل جزء ليه طريق واضح وخطوات سهلة. طيب هل أي حد يقدر يتعلمه؟ آه طبعًا، لو عندك فضول وصبر وحب للتكنولوجيا هتتعلمه بسهولة. في ناس دخلت المجال من غير ما يكون عندها خلفية أصلًا، واشتغلت في شركات كبيرة. إيه اللي يخلّي المجال أسهل؟ تتعلم عملي مش نظري، وتستخدم أدوات حقيقية، وتشتغل على labs زي الTry Hack Me أو الHack the Box، وتمشي بخطة تدريجية من الشبكات، Linux، أساسيات الأمن، اختبار اختراق. إيه اللي يخلّيه صعب؟ لو حاولت تحفظ مصطلحات بدل ما تفهمها، أو لو حاولت تذاكر كل حاجة في يومين. الخلاصة إن الأمن السيبراني مش صعب، لكن محتاج وقت وخطوات صحيحة وتدريب عملي، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتفهم أسرع وبتستمتع أكتر.